تخيل انك عايز تستثمر فلوسك وتحقق مكاسب كبيرة وفي نفس الوقت تكون مخاطرها قليلة قدر الامكان. هي دي صناديق التحوط. في الفيديو ده هشرح لك هي ايه صناديق التحوط اللي مجلس الوزراء وافق على انشائها اخيرا. هي صناديق بتديك الحق في الاستثمار في اي اداة مالية في السوق بمرونة، حتى في الاوقات اللي بيكون فيها السوق مش مستقر. اسهم بقى، سندات، صناديق استثمار مفتوحة او مقيدة في البورصة، عقود آجلة او مستقبلية، واي ادوات مالية تانية توافق عليها هيئة الرقابة المالية وتحقق عوائد. وعلشان كده هي مختلفة عن صناديق الاستثمار العادية. في ميزة مهمة جدا في الصناديق دي، وهي انها بتستخدم نظام الشورت سيلينج، يعني بتدي الحق للصندوق في البيع على المكشوف للاوراق الماليه اللي مش بتاعته، وبكده يقدر يستفيد من تقلبات الاسواق الماليه سواء بقى طالع او نازل. ومش اي حد يقدر يستثمر في صناديق التحوط، لانها معموله للمؤسسات او كبار المستثمرين، وده لان الحد الادنى للاستثمار فيها بيكون عادي. ده غير كمان انها بتاخد رسوم اداريه كبيره واحيانا نسبه من الارباح. في انواع مختلفه من صناديق التحوط حسب طريقه الاستثمار. في صناديق منها بتكون محافظه، وفي منها صناديق بتكون مخاطرها عاليه لانها بتسعى انها تحقق اعلى مكاسب من السوق. السنة اللي فاتت أرباح صناديق التحوط في العالم اتضاعفت 3 مرات، متوسط مكاسبها وصل لحوالي 6.4%. هي إحصائيات تشجعك تستثمر فيها، بس لازم تخلي بالك لأنها بتحتاج فهم كويس للأسواق المالية. قولي في الكومنتس لو فكرة صناديق التحوط شجعتك تستثمر فيها.